عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. ذلك رواه مسلم. حديث صحيح مسلم أوريي خولة وحي لهذا بنت حكيم رسولك عليه الصلاة والسلام أيام حكم مخلوق ضهايا قفكي ميل دقة من نزل منزلا قفكي ميل دقة قري ميل بنان هذه قفكي دقان دقة كدمنا ودهو يعنيه أعوذ بكلمات الله التامات وحن إلهي كلمات كيسو لما يسترن كما قرايا من شر ما خلق وحول بو أبورو شرطه أي كما قرايا رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليه لم يضره شيء وح حبيراته دبا كما دعايو شيء وح وير دبا كما دعايو قفك ما تابنايو حتى يرتحل من منزله ذلك إلا أميشا وكغورو كتبو سيدا درتيدا غريات حشي أما أد إيبستي أما أد كريستي أما ميل أيا مسافر كنتهي سفر كنتهي وادكتي سيدي دونتبها أحاطو ميل والبمركة أد جوكتيد أد دقيسيد أما أد كوهيانيسيد اسكو دا إنا الأذكارتاسي أما الدعالاسي أخريستيد سي إلهي تبارك وتعالى أدوها مد كجري حفظينتيسا وح دب أنا إنو كو تابن حسوسنو إنو رسولك عليه الصلاة والسلام يري لم يضره شيء وح حبيراته دب أكو مدعا يقف كاسي